لو انت مهاجرة عربية وعايشة في دولة من دول المهجر زي أمريكا، إنجلترا وغيرها كتير من دول المهجر اللي احنا بنهاجر ليها بسبب اختلاف الثقافة واللغة جوه البلاد دي، هل انت حسيتي قبل كده ان انت مش عارفة بسبب لغتك العربية ان انت تقدري تتواصلي مع الناس بشكل كويس؟ مش قادرة ان انت توصلي مشاعرك بوضوح، ودايما بتقولي لنفسك لو كنت بتكلم بلغتي الأصلية كان ممكن أعرف أعبر عن مشاعري بشكل أحسن من كده. وأنا هنا جاية أقولك ان انت تكوني بتتكلمي بلغتك وثقافتك اللي انت متعودة عليها من بلدك الأصلية دي مش رفاهية أبدا جوه جلسات العلاج النفسي، دي بتكون أساس عشان تقدري إن أنت تخلقي علاقة صحية أكبر وأعمق مع المعالج النفسي بتاعك وأنت معاه جوه الجلسات. لما هكون بتكلم بلغتي الأصلية ده يساعدني إن أنا يكون عندي فهم أكبر وأعمق لمشاعري. وخليني إن أنا أقولك أنت مش لوحدك في رحلتك النفسية، والعلاج النفسي الأونلاين دلوقتي هيسهل عليكي كتير إن أنت تقدري إنك تعبري عن نفسك بكل حرية وبكل تلقائية بلغتك الأم. فلو كنت محتاجة للدعم النفسي أو لو كنت محتاجة للعلاج النفسي، احجزي دلوقتي جلستك النفسية الأونلاين مع أخصائية نفسية تقدر إن هي تساعدك بمنتهى السهولة وتخليكي إن أنت تحسي بالراحة والطمأنينة. احجزي جلستك الأونلاين دلوقتي وما تنسيش هتلاقي لينك الحجز موجود في البايو.